نقول هذا وأنا على ذكر بما قاله العز بن عبد السلام لولده عبد اللطيف لما صارح ووضح وأفتى ببيع الأمراء، فجاء مملوك حمر عينيه ونفخ أوداجه وشهر سيفه وامتطى صهوة جواده وقرع الباب على العز قرعا عنيفا، فخرج ولد العز عبد اللطيف فقال له زاعقا ناهقا أين أبوك؟ فدخل عبد اللطيف إلى العز كئيبا ما في وجهه دم، فقال يا أبت بالباب مملوك من صفته كيت وكيت ومن هيئته زيت وزيت، والشيطان قد ركب كتفيه. فضحك العز وقال يا ولدي أتخاف أن يقتل أبوك في سبيل الله؟ إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله، وكذا نقول، فلا خوف علينا من نكون وما نكون، لكن عذنا بحوله وعذنا بطوله. فإن قتلوك يا ابن سعيد فإن الله يختار الشهيد. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.